2010 في 10/4/2010 بان هيتم الترميم، ولغايه وقتنا هذا ما تمش الترميم. يعني احنا هنستنى لما السلم يقع ببناتنا والقنوات الفضائيه تيجي تصور وتقول ان ازاي ما تمش؟ والنهارده لما بتيجي مزرعه راجل ما يعرفش حاجه وعايز يعمل مزرعه يربي فيها انتاج حيواني في نص ساعه الدنيا كلها جت هتتقلب. لكن الحاجه اللي فيها هنا ما بيحصلش اي حاجه. تاني حاجه، في ارض مساحتها 552 متر في حوض الشبوره الطويل بشارع الفاتح، قطعه رقم 94. المحامي العام الاول لنبات غرب طنطا صدر قرار بوقف التعامل عليها واستخراج تراخيص للمتنازعين فيه. وعلى الرغم من كده حي اول طلع رخصه رقم 23 على 1/2 في 5/11/2000 في 5/12/2009، رغم ان الانذار جه لحضرتك في 5/11/2009 بعدم اجراء رخصه. الرخصه حضرتك هي سجل رقمها 23 على 1/2009. طب ازاي ان عندك انذار بان مفيش رخصه تطلع وفجاه الرخصه تطلع، والناس اللي بتدور على تراخيص ولها اجراءات سليمه بتقعد بالشهرين وبالثلاثه؟ وطبعا انا في الاخر هستشهد بكلام الرئيس مبارك اللي وجه رساله للاخوه اللي ماسكين الوحدات ولسيادتك وللتنفيذيين كلهم ان هو يفهم المواطن البسيط. عايزين نشرح له يا عم ما تعملش مزرعه الا لما تجيب ترخيص. ساعه انت هتفيدنا وتعمل انتاج احنا هنساعدك، هتجيلي حاجه واساعدك واعمل لك ترخيص بسرعه جدا. وشكرا يا ريس واسف على